اخطر مرحله بتمر بيها اي علاقه، ليفل الوحش. في مرحله في اي علاقه عاطفيه لو مرت بسلام يبقى دي علاقه العمر والسعاده. في دراسات علميه بتقول ان اغلب العلاقات العاطفيه بتمر باخطر اختبار بعد 9 شهور بالظبط، كانها ولاده حقيقيه للعلاقه. يعني يا اما العلاقه تكمل بجد، يا اما باي باي حبيبي باي باي والعلاقه تنتهي. العلماء سموها ليفل 9 كرايسيس او ازمه الشهر التاسع. ايه الشهر التاسع بالذات؟ لان في اول 6 الى 8 شهور المخ بيغرقك بكوكتيل كيمياء اسمه هرمونات العسل. ده بجد والله. دوبامين على سيروتونين على اوكسيتوسين على فازوبرسين، دول بيدوخوك حرفيا وبيغموا عينيك. الدوبامين مثلا بيخليك مهووس ومدمن لشريكك بالمعنى الحرفي. السيروتونين بيربط سعادتك بيه هو بس. الاوكسيتوسين هرمون الحضن واللمس والارتباط. والفازوبرسين بيحفز الاخلاص للشخص ده وبس. كل الهرمونات دي بتخليك حرفيا اعمى، يعني انت مش شايف الحقيقه، انت شايف الصوره اللي انت راسمها في ذهنك واللي عايز تشوفها هي وبس. بعد 9 شهور الهرمونات دي بتبدا تنخفض وتقل بشكل تدريجي واحيانا مفاجئ. الجهاز العصبي بيرجع لطبيعته ويبدا يشوف الحقيقه. يبدا دماغك يتغير من وضعيه الانبهار والاندهاش الى وضعيه التقييم الواقعي. المفاجأة إن لما عملوا رنين مغناطيسي للمرتبطين عاطفيا لقوا إن مراكز المكافأة في الدماغ بتشتغل بقوة شديدة في أول 6 إلى 8 شهور، بعدها النشاط بيقل وبيتحول التركيز المناطق المسؤولة عن التعلق طويل الأمد. ببساطة العسل خلص والجد بدأ. الحالة دي 70% من العلاقات تواجه خناقات متكررة على تفاصيل تافهة وصغيرة. ملل، فقدان حماس، فقدان شغف، فقدان الانبهار، صدمة. مين ده؟ هو ده اللي أنا كنت بحبه؟ لا 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 لا، مش هو ده. لو العلاقة ضعيفة وانت مش ناضج كفاية العلاقة طبعا بتنهار. لو في أرضية من النضج والثقة والصدق بتدخل في مستوى جديد من العمق، وده اللي بيفرق نزوة عن علاقة حقيقية. لو قدرتوا تعدوا المستوى التاسع ده فرص استمرارية العلاقة بتتضاعف. ليفل التاسع مش نهاية، هو مجرد اختبار. لو عديتوا الاختبار مبروك، العلاقة دخلت في الحب الناضج. لو فشلتوا يبقى كان لازم تتعلموا الانبهار ما هوش كفاية. اسأل نفسك، علاقتك دلوقتي في مرحلة العسل ولا في الليفل التاسع؟ اكتب لي شريكك واكتب له هنعدي الليفل التاسع سوا.